العالمين. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان فاضل له كام يوم ونستقبل أحسن شهر في السنة. طبعا لسه مكملين بقى في فرش رمضان وتعليق الزينة بتاعة رمضان وديكور رمضان. فالنهاردة بقى قلت أفرش أوضة الأطفال، أحط فيها بقى ديكور بسيط كده وأظبطها، علشان بقى نعمل أجواء رمضانية حلوة كده يا بنات. اشتريت بقى الستارة اللي انتم شايفينها دي، ستارة النور دي عبارة عن هلال ونجمة كده بسيطة. مرضيتش اجيبها الستارة الكبيرة اللي هي تبقى من اول ستارة لحد اخرها، قلت هخلي دي في الريسبشن ان شاء الله، واعلق بقى البسيطة دي في اوضة الاطفال. وكنت جايبة كده يا بنات الكوشنات اللي هي عليها فنانيس، بحبهم قوي ولايقة قوي مع فرش السراير. فجربتهم كده لقيتهم شكلهم تحفة قوي مع الستارة. وكان عندي الفانوس القمر ده بقى، برضو بيعمل ألوانات كده حلوة ونور حلو وبيغني. فحطيته كده على الكومود بين السراير. كان شكله تحفة برضو قوي. وكان لايق برضو الجولد برضو بيبقى حلو قوي. بس بنات بجد الستارة كانت عاجباني أوي برضه. لمّا باقفل النور كده بتعمل أجواء حلوة أوي يا بنات، جربوها. بجد بتدخّل الفرحة كده على القلب على طول، وبتحسوا كده أول ما تشوفوا الستارة بتاعة الهلال والنجمة دي إن خلاص بقى رمضان بكرة. بس يا بنات وكان عندي برضه الطقم بتاع التلاجة دوّة، كان فوانيس. كان عبارة عن ديكور رمضان برضه حطيته على التلاجة. طبعًا ده الفانوس الكبير بتاعي. جه الوقت بقى إن أنا خلاص أستخدمه، حطيته كده في أوضة الأطفال. وكنت شارية يا بنات برضه الفانوس القمر دوّة، كنت شارياه اليزن. فحسيت اللي هو شكله حلو في الأوضة، حطيته كده على مفرش وحطيته برضه على التسريحة. كان عامل برضه إضاءات حلوة والديكور حلو. لمّا قفلت النور بقى يا بنات كان تحفة. الLED اللي فيه ده حلو أوي، وكنت شارية العُلّاقة دي. دي برضه عبارة عن فوانيس اللي كان بييجي في باحب الإعلان بتاعهم أوي، والcouple دول بجد يا بنات أنا باعشقهم. فأول ما شُفت العُلّاقة ديّة وشُفتهم الرسمة ديّة، فقُلت خلاص أنا بنات كده عملت يعني ديكور بسيط في الأوضة، ما حبيتش إن أنا أأفور، علشان برضه ما تبقاش الأوضة زحمة أوي وما تبقاش كل حاجة ليها علاقة ببعض. فحبيت إن أنا أخلّيها كده بسيطة وsimple. بس بقى يا بنات وطبعًا لمّيت بقى المشّايات كده، قُلت عشان الأوضة تبقى نضيفة. طبعًا كنست الأوضة ومسحتها كده، وبعديها بقى رشيت المُعطِّر كده بقى عشان تبقى الأوضة خلاص كده تمام وجاهزة لاستقبال رمضان إن شاء الله. يبقى إحنا كده فرشنا أوضة الأطفال لمّعناها ونضّفناها وحطينا الزينة. كده بقى يا بنات ما فاضلّيش غير الreception إن شاء الله، هاعمله برضه فيديو تاني. بس أوضة النوم بقى والمطبخ لسه بافكّر أعملهم والّا لأ. المطبخ ممكن أعمل فيه زينة رمضان، لكن أوضة النوم صراحة مش عارفة أعمل والّا لأ. أنتم رأيكم إيه في الكومنتات؟ أنا حبيت صراحة أوضة الأطفال علشان حسيت فيها ببهجة كده، لكن أوضة النوم صراحة مش عارفة. فأنتم رأيكم إيه؟ هنا بقى كنت بارُش بقى المُعطِّر كده عشان الريحة تبقى حلوة على نضافة، تحسّي بريحة نضافة كده، يعني تخشّي الأوضة تشمّوا ريحة نضافة. هنا بقى كنت باورّيكم الأوضة من أول خالص، من أول العُليقة بقى للستارة بتاعة النور، كانت عاملة بجد أجواء حلوة أوي. للكوشنات بقى اللي أنا حطيتها على السرير، للملاية حتى بتاعة السرير برضه حاسة اللي هي لايقة مع ديكور رمضان وأجواء رمضان. الفانوس اللي أنا حطيته في النُص برضه مدّي لمسة حلوة. التسريحة برضه الحاجات اللي حطيتها على التسريحة والحاجات اللي حطيتها على التلاجة، برضه كلّها حاجات رمضان وديكورات رمضان يا بنات. ف بجد عجبني أوي الfinal باللي أنا عملته. أنتم رأيكم إيه، عجبكم الفرش والّا لأ؟ وشايفين إن أنا مثلًا أضيف حاجة زيادة والّا هو كده حلوة simple بسيطة؟ أنا صراحة عاجباني كده. وبعد الفرش يا بنات حسيت كده بطاقة، وحسيت كده يا بنات بأجواء رمضانية وجالي إحساس حلو أوي. يعني بعد ما تفرشي الحاجة كده بتحسي عارفين أنتم كده طاقة إيجابية وراحة نفسية. ده اللي أنا حسيته يا بنات بعد الأوضة. بالذات بقى لمّا دخلت كده الأوضة بعد الفرش. شايفين بقى يا بنات تحسوا كده أجواء رمضان. أنا مش عايزة أطلع من الأوضة. بجد بعد ما فرشت الأوضة فضلت قاعدة فيها حبة أنا ويزن، اللي هو إحنا مش عايزين نطلع من الأوضة، خلّينا قاعدين في الأوضة بقى. ولمّا جوزي حتى جه من الشغل وما كانش لسه شاف الأوضة، فأول ما دخل بقى وكده شاف الأوضة عجبته أوي، عجبه الديكور اللي أنا عملته. بس بقى يا بنات إيه رأيكم؟ أهو. بُصّوا بقى يا بنات الفانوس اللي أنا شايلاه دوّة، ده فيه ميزة اللي هو ينفع مبخرة.
يعني أنتِ مثلًا بعد رمضان ممكن تستخدميه كمبخرة، هيبقى حلو أوي معاكِ لو أنتِ مثلًا ما عندكيش مبخرة وكده وعايزة تجيبي حاجة 2 في 1، حلو أوي الفانوس ده هنا بقى كنت باورّيكم لمّا قفلت النور بتاع الأوضة، كان الأجواء عاملة إزاي، والإضاءة كانت عاملة إزاي، كانت حلوة أوي. يا بنات نكون وصلنا لآخر الفيديو، لو عجبكم حطّوا لايك واشتركوا في القناة وقولوا مع